ميزانية 4000 جنيه في الشهر لأربع أفراد، شاملة الخزين والفطار والعشاء والمنظفات واللحوم والخضار والفاكهة، وكمان هنوفر منها. ازاي ب4000 جنيه هنملى بيتنا خير وهنوفر من مصروف البيت؟ ده اللي هنعرفه مع بعض داخل الفيديو، بس تابعيني للآخر. ولو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اتفقنا مع بعض ان احنا هنبدأ مع بعض سلسلة اسمها التوفير من مصروف البيت، وكان اول فيديو نزلناه الفيديو اللي قبل الفيديو اللي فات، ان هو ازاي هنحول الاجنده بتاعتنا العاديه لاجنده غاليه زي اللي بنشوفها مع البلوجر واليوتيوبر، ونقسم الشهر بتاعنا ازاي والاسبوع واليوم ازاي، وحددنا اهدافنا وحددنا كل حاجه. الفيديو التاني لينا قلنا هيكون عن الميزانيه، والفيديو التالت هيكون عن المنيو، وهيبقى فيه سلسله فيديوهات تانية. تابعوني باذن الله. نخش عشان ما اطولش عليكم في الفيديو بتاع النهارده. فيديو النهارده ميزانيه ل 4000 جنيه لاربع افراد. تمام، لو انت زوج وزوجه معاكم ولدين، او لو معاكم مثلا طفلين صغيرين، الميزانيه دي مناسبه ليكم. تعالوا نشوفوا قبل ما تهاجموني، شوفوا الفيديو للاخر وان شاء الله هتطلع بافكار هتعجبكم باذن الله. قسمت الميزانيه تمام لبند الخزين 1015 جنيه، جبت منه 10 كيلو رز ب 250 جنيه سعر الكيلو 25 جنيه، و5 كيلو مكرونه ب 125 جنيه سعر الكيلو 25 جنيه، و2 كيلو شعريه ب 50 جنيه سعر الكيلو 25 جنيه. طيب فصلت هنا الشعريه عن المكرونه، والشعريه هنا ضروريه عشان لو حبينا نعمل رز بالشعريه، او تفيدني في بند الفطار والعشاء، شويه شعريه بالسكر شويه شعريه باللبن، مش هتقول لا في فطار او عشاء. تمام. جبت ربع كيلو شاي ب 55 جنيه لزوم الضيافه، وكمان نعدل بيه مزاجنا ب 55 جنيه. جبت 3 كيلو دقيق ب 60 جنيه لزوم المعجنات لفطار او عشاء، او ممكن نقلي سمك، نعمل بشاميل، نعمل حواوشي، نعمل بيتزا. فالدقيق لازم يكون في البيت ومش اقل من 3 كيلو. جبت كمان ازازتين زيت اضافي على زيت التموين، يعني انت لو بتاخدي ازازتين زيت من التموين هنجيب عليهم ازازتين زيت صغيرين نمشي بيهم الشهر. هتكون الازازه بحدود 60 جنيه اللي هي اقل من الكيلو، حدود ال 600 جرام او 600 مللي او 700 مللي. تمام، عشان محدش يقول لي مفيش ازازه زيت ب 60 جنيه. جبنا كمان خميره وفانيليا وبيكنج باودر ولبن بودره حدود ال 55 جنيه لزوم المعجنات. جبت كيلو سمنه ب 110. جبت 2 كيلو سكر على تكمله سكر التموين ب 70 جنيه، سعر الكيلو 35 جنيه. هيتبقى معايا 120 جنيه، ممكن نجيب بيهم فول تدميس، نجيب صلصه، نجيب عطاره، نجيب ملح، نجيب خل، حسب النواقص وحسب طلبات المنيو بتاعي. سمر 120 جنيه هجيب كل ده ازاي؟ واحده واحده. انت لو عندك السمنه السايبه ب 100 جنيه يبقى وفرتي من هنا 10 جنيه حطيتيها هنا. لو انت اكتفيتي بكيلو سكر بس على السكر بتاع التموين هتحطي هنا 35 جنيه، ولو اكتفيتي بازازه زيت واحده هتحطي هنا 60 جنيه. يبقى انا لو حطيت هنا 10 وزائد 35 زائد 60 هيبقى المجموع معايا، احسبي كده، 120 و60 ادي كده كام؟ 180. 180 و30 هتبقى 210، و5 215، و10 225 جنيه. يبقى انا زودتهم بايه؟ زودتهم لو انا نقصت في كميه السكر ونقصت في كميه الزيت ولقيت سعر السمنه عندي اقل شويه، يبقى انا بديكي كذا اقتراح. طيب الفطار والعشاء حطيت له بند 560 جنيه. جبنا كرتونتين بيض ب 200 جنيه، لو سعرك بكرتونه عندك 100 جنيه يبقى انت هتجيبي كرتونتين ب 200 جنيه. لو سعر الكرتونه عندك اقل من كده ممكن نضيف كمان على بند الايه؟ الخزين اللي ناقص عندنا. جبت 4 كيلو لبن ب 160 جنيه ومعدل كيلو واحد في الاسبوع، ده اساسي في البيت. طيب هنجيب كيلو لبن هنغليه من بالليل نحطه في التلاجة، نقوم الصبح نشيل القشطه من عليه ونحوشها في علبه. هنيجي اخر الشهر هنلاقي عندنا علبه حلوه من القشطه، ممكن نستخدمها سندوتشات مربى بالقشطه، حلاوه بالقشطه، تنفع برده معايا في وجبه العشاء او وجبه الفطار، تسد معايا شويه. يبقى احنا برده طلعنا خير من قلب اللبن. طب كيلو لبن في الاسبوع هنعمل منه ايه؟ ممكن تعملي مثلا حاجه حلوه للاولاد، رز بلبن. ممكن الاسبوع اللي بعديه تجيبي كيلو تقسميه نصين، نص تعملي منه بشاميل ونص تعملي منه صينيه كيكه. ممكن الاسبوع اللي بعديه تعملي مثلا معجنات. فانت كل اسبوع بتقسميه حسب المنيو بتاعك اللي عاملاه، او الخطه بتاعتك اللي انت عاملاها للاسبوع. هيتبقى وجبت كمان كيلو جبنه بيضه ب 160 جنيه اللي هي اسطنبولي او البراميلي، اي نوع جبنه انت عايزاها. هيتبقى معاكي 40 جنيه، ممكن نجيب بيهم حلاوه او مربى او عسل اسود او نعمل بيهم عجينه فلافل. تمام. طيب سمر دول هيكفوا فطار وعشاء شهر كامل. معاكي بند المعجنات هتسد
معاكي الشعريه هتسد. تمام. ممكن نجيب في الخضار نزود بطاطس تسد معانا في العشاء او تسد معانا في وجبه الفطار. وهنا انا بتكلم على فطار وعشاء اقتصادي، سندوتشات عشان نلم الدور. احنا مش هنعمل مهرجان وهنحط فول وبطاطس وبيض، لا، احنا بنلم الدنيا على قد الميزانيه بتاعتنا. طيب اللحوم هتطلعها 1300 جنيه. كيلو مفروم ب 300 جنيه. 2 فرخه كبيره حوالي 4 كيلو ونص و350 جنيه. سعر الكيلو حدود من 70 ل 75 جنيه الكيلو. حطيت نص كيلو كبده ب 90 جنيه، نص كيلو صدق ب 110، كيلو ونص سمك، او سوري من كيلو ونص ل 3 كيلو سمك حسب سعر السمك. لو سعر السمك ب 50 جنيه هنجيب 3 كيلو، ب 75 جنيه هنجيب 2 كيلو، فحسب سعر السمك عندك. 300 جنيه لحمه مكعبات في حدود الكيلو اللي هي المستورده، وهنطبخ بيها اكله او اكلتين. المنظفات حطيت لها 230 جنيه. انا بعتذر لان البطاريه عندي قربت تفضى بتاعت الموبايل، وبحاول انجز معاكم عشان اصور وانزل الفيديو في ميعاده بالظبط. 230 جنيه. حطيت 4 كيلو برسيل جل ب 80 جنيه، سعر الكيلو 20 جنيه. حطيت 4 كيلو صابون مواعين سايب، سعر الكيلو 15 جنيه، يعني ال 4 كيلو ب 60 جنيه. حطيت كيلو فلاش سايب ب 15 جنيه، ممكن تجيبي نص بس حسب استخدامك. نص كيلو مزيب دهون سايب ب 10 جنيه. 2 كيلو كلور سايب ب 10 جنيه. كيلو دوني ب 10 جنيه او نص دوني ونص معتر. طمن سلك مواعين ب 15 جنيه. 2 صابونه وجه ب 30 جنيه. وده كده اساسيات المنظفات اللي احنا ما ينفعش نستغنى عنهم. طيب خضار والفاكهه هتطلع 800 جنيه بمعدل 200 جنيه اسبوعيا، يعني في 200 جنيه في الاسبوع هنجيب بيها الخضار والفاكهه بتاعنا. ازاي؟ حسب المنيو اللي انت عاملاه. يعني مثلا ممكن في يوم هقضي مثلا ملوخيه خضراء وشوربه سمك عصفور ورز، يبقى مش هحتاج حاجه غير الملوخيه بس. تمام. يوم تاني مثلا هعمل مكرونه بطاطس محمره، هجيب طماطم وبطاطس بس. يوم تاني هعمل مثلا لوبيا ورز، اللوبيا دي هنجيبها من الكليات، يبقى مش هجيب مثلا غير طماطم. فانت بتحتاجي خزينك او خضارك وفاكهتك حسب المنيو اللي انت عاملاه، وبالطريقه دي هتعرفي ان انت توفري وتجيبي في حدود 200 جنيه بالظبط، وكمان تجيبي فاكهه للاولاد. كده احنا صرفنا كام؟ تعالي كده نشوف. ادي 1015 زائد 560 زائد 1300 زائد 230 زائد 800 هيساوي 3905، وهيتبقى معايا 95 جنيه. ال 95 جنيه هندفع منهم 10 جنيه للتموين. تمام، يبقى تموين 10. وهندفع منهم 60 جنيه عيش اللي هو المدعم لطول الشهر. تمام، هيبقى معايا كام؟ هيبقى صرفت 70 جنيه، هيتبقى معايا 25 جنيه. سمر ده انا جبت الخضار والفاكهه والعيش. تمام، اللي هو المدعم اللي من البطاقه من قلب 200 جنيه، يبقى ال 95 جنيه دول هناخد منهم 10 جنيه، يبقى وفرنا منهم 85 جنيه. يا اما هتشيليهم طوارئ، يا اما هتدخليهم في بند خزين رمضان. تبداي من دلوقتي تخزني لرمضان بيهم، وتجيبي ان شاء الله حاجه بسيطه بالحدود ال 85 جنيه دول، وشهر على شهر عبال ما يجي رمضان يكون عندك شويه خزين محترمين. تاني هاكد على المعلومه دي، ازاي هنجيب عيش وخضار وفاكهه ب 200 جنيه. احنا قلنا ان احنا بنعمل المنيو بتاعنا. مثلا انا جبت مثلا ملوخيه، ويوم تاني مثلا مكرونه وبطاطس، يبقى مثلا عايزه طماطم وبطاطس. يوم تاني مثلا عملت لوبيا ورز، يبقى عايزه طماطم بس. يبقى دي كده ايه؟ يوم 2 3. يوم عملت سمك يبقى حاجه سلطه بس. تمام، ادي يوم الرابع. يوم الخامس مثلا عملت صينيه بطاطس بيضه، يبقى عايزه مثلا بطاطس بس. يبقى حسب اللي انا هجيبه، الطلبات اللي انا هجيبها خلال الاسبوع، هعرف انا جبت ايه قد ايه. طيب انا بجيب البطاقه، احنا 4 تنفار، زوج وزوجه، ومثلا احنا 5 بس. انا بقولك يعني لو انت 4 افراد، لو زوج وزوجه وطفلين، فانت في البطاقه في 2 بس. بتروحي تجيبي العيش المدعم في كل 3 ايام ب 6 جنيه، يعني في الاسبوع حدود 12 جنيه. يعني انت لو قدرتي توفري من بند الخضار والفاكهه 12 جنيه، جبتي العيش بتاع الاسبوع اللي هو المدعم. تمام. طيب وصلنا لغايه كده. طيب قسمتي الفراخ واللحوم دي لكام اكله بقى؟ الفراخ هنا انا جبت فرختين كبار 4 كيلو ونص، هنطلع منهم 7 اكلات. ازاي؟ الوراك هيديني 4 وراك، ال4 وراك دول هقسمهم على 2 هيبقوا 8 قطع. هطبخ كل 4 قطع في وجبه، ادي كده وجبتين وراك.
والصدور معايا صدرين، هقسم كل صدر على 2. تمام، هيبقى معايا 4 تربع من صدور، سوري 4 قطع من صدور الفراخ. كل ربع تمام او كل نص صدر هستخدمه في اكله، يبقى عندي 4 اكلات من صدور الفراخ. عملتها شاورما وبطاطس محمره، عملتها نجريسكو، عملتها كفته رز، عملتها ستريبس، يبقى انا وظفتها وكترتها بالخضار او بالحاجات التانية اللي هضيفها عليها. والجناحه والكبد والقوانص والرقبه عملناها اكله، ادي 4 صدور و2 وراك، ادي كده كام؟ 6. واجنحه ورقب، ادي كده 7 اكلات. المفروم هنقسمه على 4 تربع. مره مثلا هعمل طاجن خضار بلحمه مفرومه، مره مثلا هعمل مكرونه بشاميل، مره مثلا هعمل كفته داوود باشا. فممكن احنا نقسمها برضو ونكترها ونخلي منها، يعني نطلع منها كميه حلوه تكفي 4 افراد. تمام، ادي 4 اكلات لحوم. الكبده والصدوق من اكلتين ل4. يعني لو عملت ربع كيلو كبده مع شويه مكرونه وبطاطس محمره، ومره تانية ربع كيلو كبده بطريقه تانية مع شويه مكرونه وبطاطس محمره، اي كده عملت منهم اكلتين. والصدوق ممكن نعمله مثلا مره في صينيه بطاطس، ومره تاني زي الصدوق بتاع العربيات وشويه بطاطس محمره، او مثلا طاجن لسان عصفور بالصدوق. مشينا الدنيا. السمك ممكن نطلع منه من اكله لاكلتين، تمام، حسب السعر وحسب الوزن اللي احنا هنجيبه. طيب لحمه مكعبات ممكن نعمل منها اكله او اكلتين او اكله على يومين بالكيلو اللي هي مكعبات. كده هيطلع لي الاكلات فيها لحوم من 16 ل 19 اكله. يعني لو استخدمت الكبده مره واحده والصدق مره واحده، هيطلع لي هنا 16 اكله. ولو استخدمتهم هنا مرتين وهنا مرتين واللحمه برضو على مرتين، هيطلع لي 19 اكله. يبقى الاكلات اللي هي ما فيهاش لحوم هتطلع لي تمام من 11 اكله ل 14 اكله ما فيهاش لحوم، زي كشري بعدس اصفر، كشري مصري، عجه بطاطس محمره، شكشوكه، جبنه قديمه، مسقعه. كل دي اكلات ما فيهاش ايه؟ لحوم. ممكن مثلا شويه خضار من غير لحمه ولا فراخ وشويه رز. دي كلها برضو افكار لاكلات اقتصاديه. لو عايزه تعرفي تقسمي المنيو بتاعك ازاي، او تاخدي افكار لاكلات اقتصاديه تمشي مع الميزانيه دي، تابعيني في الفيديو اللي جاي. هنزل لك منيو ل 30 اكله حسب الميزانيه اللي احنا عاملينها، وبتقسيمه الفراخ واللحوم فيها، وهوزعهم لك على 30 يوم. كده خلاص معاكم الفيديو بتاع النهارده، مرضيش اطول عليكم. ولو في ليكم اي استفسار عن الميزانيه اكتبوها لي في التعليقات، ولو لكم عايزين ميزانيه خاصه بيكم اكتبوا لي في التعليقات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.